أكيد سألت نفسك قبل كده سؤال فلسفي: ليه البشر والكائنات الحية بتموت؟ ليه ما يعيشوش للأبد؟ وهل الخلود في الدنيا من الناحية العلمية مستحيل؟ يعني مجرد خيال وأوهام وكلام أفلام، ولا هو فعلا شيء ممكن؟ بس خليني أقولك حاجة ممكن تغير تفكيرك. أقولك إننا معانا كائنات خالدة على كوكبنا. لو عايز تعرف كمل الفيديو لآخره، لأننا هنكشف أسرار عمرها آلاف السنين. هندخل سوا في عالم الفلسفة والتكنولوجيا والعلم، ونسأل سؤال بيحير بشر من آلاف السنين، من أيام الفراعنة لحد النهاردة: هل الخلود ممكن، ولا طموح الإنسان هيقف عند محاولاته لإطالة العمر فوق 100 سنة؟ تعال نرجع شوية للماضي، لما كانت معظم الحضارات بتؤمن بالخلود. في مصر القديمة كانوا بيحنطوا الجثث، بيخرجوا منها الأعضاء ويحطوها في أواني، ويحطوا جنب الجثة أكل وشرب، عشان كانوا بيأمنوا بحياة تانية، حياة خالدة، حياة أبدية بعد الموت. وفي أسطورة من أساطير الإسكندر الأكبر بتقول إنه كان بيدور على نهر دهب يشرب منه ويعيش خالد. جاله شخص عجوز ماسك عكاز وبترعش، بيحذره إنه يشرب من النهر ده، بيقول له إنه عمل زيه من سنين طويلة، لكن كان بيطارده حاجة واحدة بس: الشيخوخة، اللي خلته يتمنى إنه يموت أو إنه ما يشربش النهر ده أساسا. بعد ما الإسكندر سمع الكلام اللي الراجل قاله ده، خاف وهرب ومرجعش المكان ده تاني أبدا. وفي الصين كان في خيميائيين بيدوروا على اكسير الحياة، مشروب يخليك خالد. الامبراطور تشين شي هوانج اللي بنى سور الصين العظيم بعت آلاف الناس يدوروا على جبل بنجلاي الأسطوري اللي فيه سر الخلود. وهنا بقى تختلف المصادر والأقاويل. البعثة راحت ومرجعتش، اختفت، محدش عرف منهم أي حاجة، أو إنهم شربوا من الإكسير ورجعوا، فالإمبراطور قرر يدفنهم أحياء عشان يتأكد إن الإكسير فعال. بقى ولو ما ماتوش يبقى تمام هشرب منه، ولو ماتوا البقاء لله. او انهم ماتوا بعد ما شربوا الاكسير ده عشان كان فيه زئبق. كل ده كان اساطير او حتى جنون من الاباطره. بس دلوقتي في شركات حقيقيه شغاله على الخلود وبيصرفوا ملايين الدولارات. بس خلينا نفاجئ اكتر، بينما الشركات دي بتصرف ملايين اذا ما كانش مليارات، عندك كائن بسيط من غير اعضاء عايش في البحر، لا بيه ولا عليه ولا اهم حاجه اصلا، خالد ما بيموتش، اسمه إمورال جيليفيش، قنديل البحر الخالد. الكائن ده ما بيموتش الا لو جت فريسه اكبر منه اكلته. غير كده فهو خلايا بتتجدد بسهوله وبسرعه جدا، لان تكوينه بسيط جدا يعتبر من غير اعضاء. طب يا عزيزي، هو ليه خلايا الانسان ما بتتجددش يعني؟ لان اكتر من 200 اعضائنا مش بتتجدد، زي المخ والعين والنخاع الشوكي. تخيل بقى لو المخ اتجدد، ذاكرتك كلها تتمسح. كل ما يتجدد كل ما ذاكرتك تتمسح، كل ما يتجدد كل ما تنسى. طب ايه الحل؟ العلماء بيحاولوا يوصلوا لما يعرف بالخلود البيولوجي، او إطالة متوسط عمر الإنسان، عشان يوصل لمئات السنين وربما الآلاف. العلماء بيقولوا إننا ممكن نحقق الخلود الجسدي عن طريق النانو روبوتس. النانو روبوتس دي أجهزة دقيقة جدا وصغيرة جدا، بتتحقن في الجسم وتصلح أي تلف في الخلايا، وحجمها 1 على مليار من المتر. ممكن تصلح الخلايا وتعالج السرطان وتقلل الشيخوخة، وبكده بتزود متوسط عمر الانسان. بس للاسف يا عزيزي، انا وانت مش هنحقن نفسنا نانو روبوتس، لاننا معناش اصلا ربع ثمنها. لان سعر الجرعه الواحده $300,000، وسعر سوق النانو روبوتس دلوقتي وصل ل 8 مليار دولار، ومن المتوقع ان يوصل ل 30 مليار دولار في سنه 2030. طيب خلونا بقى ننتقل لحاجه كانت بتحصل في الافلام بس، لكن دلوقتي بقت حقيقه، زي فيلم كابتن امريكا. ولو انت شفت الفيلم فانت دلوقتي تبقى عارف انا هتكلم عن ايه. في حاجه اسمها الكرايونكس. ببساطه الجسم بيتجمد بعد الموت بدقائق، قبل ما كل خلايا الجسم تتلف، والجسم بيتحفز في درجه حراره منخفضه جدا، على امل انهم يلاقوا علاج في المستقبل للمرض اللي هو موته. وسنه 1967 اتجمدت اول جثه في التاريخ، واللي ما زالت موجوده لوقتنا هذا في شركه الكور. واللي عمل كده في نفسه هو دكتور جيمس بيدفورد، واستاذ علم النفس في جامعه كاليفورنيا. ولحد دلوقتي في 250 جثه متجمده في شركات التجميد. سعر التجميد للجثه الواحده $200,000. ومن المتوقع ان كل شركات التجميد دي هتقفل، ان كل الناس قبل 1973 قرروا انهم يسيحوا جثث عائلاتهم، ما عدا اول جثه اتجمدت في التاريخ، لانهم مش قادرين على دفع المصاريف اللي بتطلع منهم الشركه سنويا. كتير من العلماء اعتبروا ان الموضوع ده علم زائف ووصفوه انه دجل وشعوذه، ولحد النهارده مفيش ولا جثه رجعت ولا هترجع اصلا. ولحد دلوقتي مفيش ولا واحد رجع ولا هيرجع اصلا. طب تعالى نفكر بشكل اعمق شويه. العلماء اكتشفوا حاجه اسمها السبجكتيف ايج، او العمر الذاتي. يعني انت حاسس انك عندك كام سنه؟ ده مش بس رقم في البطاقه. دراسه اتعملت على اكتر من 17,000 شخص، لقيت ان هو اللي حاسس ان هو اصغر من سنه ب8 سنين
فهو عنده صحة أفضل ومعدل وفاة أقل. واللي حاسس بقى إنه أكبر ب 13 سنة فخطر الوفاة عنده زاد بنسبة 23%. يعني فعلا لو أنت حاسس إنك عجوز جسمك هيصدقك. يعني أنت حرفيا ممكن تموت أسرع لو حاسس إنك عجوز. الناس اللي حاسة إن هي أصغر بتتحرك أكتر، بتجرب حاجات جديدة وعندها أمل، وده بيعمل دايرة إيجابية في الحياة، فبتخلي الجسم والعقل شباب أكتر. طيب في فكرة مجنونة اسمها مايند أبلودنج، يعني تنقل وعيك بالكامل على كمبيوتر. إزاي؟ تتجمد الأول زي ما قلنا من شوية، لكن هنا أنت هتجمد عقلك بس. وكمان يا فندم لو جمدت عقلك بس هنعمل لك خصم 70%، يعني السعر هيكون 80,000 دولار. ويا فندم هنديك هدايا وكوبونات لما تصحى بقى بالسلامة إن شاء الله. في المستقبل هينقلوا وعيك كبيانات وتعيش في عالم رقمي كروبوت للأبد بنفس ذاكرتك والمعلومات اللي أنت كنت عارفها. السؤال بقى، هل الخلود البيولوجي مستحيل ولا احنا على بعد كام سنة منه يبقى واقع؟ الزمن هو اللي هيجاوب، لكننا هنفضل مؤمنين إن الإنسان مهما بلغ من العلم والتكنولوجيا والتطور هيفضل مخلوق ضعيف، وإن الموت حقيقة، وإن الخلود الحقيقي هيكون في الآخرة مش في الدنيا. سيدنا محمد قال: ما خلقتم للفناء بل خلقتم للبقاء، وإنما تنقلون من دار إلى دار. لكن الحقيقة إن الخلود الحقيقي ملوش علاقة بالجسد. سؤال بقى، هل الخلود البيولوجي مستحيل؟ الزمن هو اللي هيجاوب، لكننا هنفضل مؤمنين إن الإنسان مهما بلغ من تطور وعلم وتكنولوجيا هيفضل مخلوق ضعيف، وإن الموت حقيقة، وإن الخلود هو في الآخرة مش في الدنيا. ناس كتير بتفتكر إن الخلود هو إن الجسد يفضل موجود أو إنك تعيش للأبد، لكن الحقيقة إن الخلود ملوش علاقة بالجسد أصلا. الخلود الحقيقي هو الأثر اللي بيسيبه الإنسان في الدنيا بعد ما يموت، تفضل الناس فاكراه بيه حتى بعد موته بزمن طويل. ممكن تكون سمعة طيبة، أخلاق عالية، علم نافع، عمل خير بيستمر، أو حتى فكرة واحدة غيرت مصير العالم وفتحت باب نور لحياة حد. ومن أعظم الخالدين في التاريخ هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الرسول اللي جه يغير وجه الأرض برسالة بدأت في قلب جزيرة العرب انتشرت لكل أركان الدنيا. وده نوع من الخلود اللي أثره فضل ممتد لأكتر من 1400 سنة. الخلود مش بس الناس اللي عاشت أكتر، الخلود للناس اللي أثرت أكتر. أنت بقى اللي اتعرض عليك تعيش للأبد، هتوافق ولا تفضل تعيش حياة مرة واحدة بس كده. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وفولو وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم. بل تؤثرون الحياة